بعد انطلاق التطبيق ديال الترند المنافس ديال تويتر، نهار 5 يوليو حقق نجاح كبير ورقم خيالي ديال التسجيلات، ولكن من 11 حتى اليوم 18 يوليو عدد المتابعين نقص ل 20%، عدد الاستخدامات تراجع ل 50%. ما عرفت واش نتوما لاحظتوا هذه القضيه ولا لا. بزاف ديال الناس هضروا على التطبيق هذا، ومن نهار بدات الانطلاقه ديالو درج واحد الضجه، كلشي هضر عليه في مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الاعلاميه. راكم عارفين الدور ديال تويتر، وعارفين دابا حتى الدور ديال الثريدز اللي دا الدار على حساب الناس اللي كيعبروا كتابيا، الناس اللي كيعبروا في الكتابه، الناس اللي كينشروا الكتابه في المواقع ديالهم ديال تويتر. دابا غيوليو يحطوها في هذا الابليكاسيون هذا، وزادت فيه واحد الميزه ديال الفيديوهات القصيره اللي ما كتعداش المده ديالهم 5 دقائق، يعني هذه الميزه اللي تزادت فيه. وبيان سور هادشي راه ما فيهش لا ميساجات لا والو. هذا الصداع كامل اللي ناض على تويتر بين ايلون ماسك والرئيس ديال ميتا اللي هو مارك زوكربورغ. ما كيعرفش ميتا هي الشركه اللي متحكمه في الواتساب والفيسبوك وانستغرام، ومارك حط شي تصاور ديالو في المواقع التواصل الاجتماعي مع لاعبي الفنون القتاليه الاسرائيليه اديسانيا والكسندر. لما اظن بغى يوجه شي رساله قويه لايلون ماسك، زعما راني ما خايفش منك وتسنى الحرب اللي غادي توقع. الجواب ما غاديش نقولوا انا، غنخليه لكم نتوما تقولوا في لي كومونتير. قولوا لي اش بان لكم في مارك على التصاور هذو اللي حط هذا، واش بغى يوصل الميساج لايلون ماسك بلي انه راه الله بدا ومازال. ومعلومه مهمه باللي مارك حياته كامله دوزها في البرمجه الالكترونيه والمواقع وهذا الشيء كامل، وعكس ديال ايلون ماسك اللي هو مليونير اللي عنده بزاف ديال الشركات وعنده بزاف ديال البروجيات في العالم، في امريكا وفي بلايص في العالم كامل. دابا غتقول لي منين جا تويتر؟ هادشي راه معروف، بزاف ديال الناس دواو عليه منين جا تويتر، انه راه شرا ابليكاسيون وخدمو، ودابا مارك كيتحداه وخرج ليه، بغى يخرج عليه بصفه نهائيه، بغى يشدها بوحده الاخوان. اللي دابا هاد الابليكاسيون هذا اللي عنده العلاقه مع انستغرام، يعني ممكن انك فاش كتيليشارجي كيقول لك واش بغيتي تتبع الناس اللي كتبعوا في انستغرام باش يكون عليه واحد الاقبال كبير وصناع المحتوى ديال الكتابه، الناس اللي كيعبروا في الكتابه، الناس اللي حيت فيه بزاف ديال ممكن تبوستي بزاف ديال الحروف نص ديال الكتاب انك تقدر تبارطاجيه تمايا، والناس اللي عندهم المحتوى ديال الكتابي يعني غيتجهوا ليه باش يطوروا فيه. المهم الاخوان، كانت النهايه ديال الحلقه ديال اليوم على موضوع ديال موقع ترند ضد تويتر، يعني مارك ضد ايلون ماسك. اللي كتفضل المشاهده في اليوتيوب الاخوان، راه بغيت نقول واحد القضيه في هذا الفيديو هذا. اليوتيوب عندي طايح بزاف، ماشي بحال الفيسبوك دابا، واقيلا حيت كنبارطاجي بزاف في الفيسبوك. وراكم عارفين دابا القانون اللي دارت الفيسبوك، ما يمكنش لك انك تبوستي في اليوتيوب عاد تبوستي في الفيسبوك. دابا تقلبات الايه، كنوليو نبوستي والو في الفيسبوك تدوز عليه واحد 6 ساعات 7 ساعات كنبارطاجيو في اليوتيوب. الناس اللي كتفضل المشاهده ديال اليوتيوب، راه المشاهده ديال اليوتيوب راه ما كاين ما احسن منها، كتكون بواحد الكاليتي زوينه وكتكون في شكل على الفيسبوك بالنسبه لي انا، وحتى انت كذلك ما عرفتش. المهم الاخوان، غتلقاو اللين في اول كومونتير، ولا ما نقدرش نحط ليان حيت راكم عارفين دابا غتلقاوها هنايا، راه نفس السميه، تمشي تكتب نفس السميه في يوتيوب غتطلع لك القناه ديالي. هذا ما كان في هذه الحلقه هذا اللي دوينا على هذا الموضوع هذا. الا كنتي كتفرج في اليوتيوب ما تنساش دير سبسكرايب الا كنتي اول مره كتفرج في لاشين ديالنا، لي لايك كومونتير وبارطاجي مع شي 5 ديال صحابك ولا 10 باش تكبر العائله ديالنا. والناس اللي كتفرج في فيسبوك، دوك الناس اللي ما متبعاناش، راه بزاف ديال الناس كنلقاوهم كيتفرجوا ما كيتبعوناش. كاين واحد المتابعه الفوق هنايا، ديرها ودير داك الجرس باش يوصلك كاع الجديد، لا في فيسبوك لا في يوتيوب، ولايك وكومونتير وبارطاجي مع الدراري صحابك باش توصل بزاف ديال الناس، باش تولي العائله ديالنا كثيره. المهم كان معكم بارلويسي، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله، ولا فلوق جديد، يا فيديو يا فلوق ما عرفت. الا كان كيعجبكم هاد المواضيع هذا مره نلوحوهم نديرو هك وهك. اش بان لكم 2 فلوقات في السيمانه ولا 3، ولما باقي في السيمانه كامله غنديروا المواضيع بحال هكا، كل نهار غنختاروا موضوع جديد. وإلا كنتي تقول لنا شي موضوع نهضروا عليه في الفيديو الجاي ان شاء الله، خلي لينا في كومونتير. تحيه لكم، باي، نتلاقاو في فيديو جديد. كان معكم بارلويستي.